بقولك ايه يا أمل؟ تعالي الحمام دلوقتي حالا. في كارثة عن خطيبك فؤاد لازم تعرفيها، ومش هينفع أجيلك أو يشوفني. اتصرفي بشكل طبيعي وقومي حالا. دخلت أمل الحمام وهي مصدومة، وقالت بخوف: في ايه يا ندى؟ أنا مش فاهمة منك أي حاجة. كارثة ايه دي اللي تعرفيها عن فؤاد؟ أرجوك يا ندى ما تخبيش عليا. ردت ندى وقالت: تفتكروا ايه الكارثة اللي ندى عرفتها ومخبياها؟ وهل فعلا فؤاد خاين ولا في سر أكبر من كده؟ وايه اللي ندى قالته خلى أمل تنهار؟ السر اللي هتعرفوه دلوقتي هيقلب موازين القصة كلها. تعالوا نشوف القصة بدأت منين. أنا عارف إنك مشغولة في تجهيزات الفرح، بس كنت بفكرك إن ميعاد الشهر العقاري بكرة إن شاء الله، ولازم نكون جاهزين بالأوراق والمستندات عشان نقدر نبدأ في المشروع من بكرة. ردت أمل بفرحة وقالت: طبعا يا حبيبي، بكرة هكون جاهزة إن شاء الله. ويا رب تكون الفرحة فرحتين، فرحة جوازنا وفرحة شغلنا وتعبنا. فؤاد كان لسه هيرد، لكن فجأة جاتله رسالة وهو بيكلم أمل خطيبته، والرسالة بتقول: تمت المهمة، ياريت تمسح كل حاجة بينا زي ما اتفقنا. وبعدها وصل إشعار برسالة تحويل بنكي بمبلغ $500,000. وهنا اضطر فؤاد يقول: معلش يا حبيبة قلبي، أنا هقفل دلوقتي عشان عندي شغل مهم أوي. هكلمك بالليل. ما تنسيش ميعاد الشهر العقاري. بكرة هفوت عليكي بالعربية الساعة 9. وتاني يوم وصل فؤاد بيت أمل، ونزلت ركبت معاه العربية، وفعلا وصلوا الشهر العقاري. وأمل عملت توكيل عام لفؤاد بإدارة مشروع تجاري، هي داخلة فيه شريكة بالأرض وهو بالتمويل المالي للمشروع. وبعد ما خلصوا العقود والتوثيقات، طلعوا على قاعة الفرح بتاعتهم، وبدأوا يراجعوا كل شيء، من كروت الدعوات للكراسي والترابيزات والأكل والدي جي. أما أمل كانت طايرة من السعادة، مكانتش مصدقة إنها اتجوزت حب حياتها، والإنسان اللي كانت بتحلم طول عمرها إنها تقابله. ورجعت بالذاكرة يوم ما قابلت فؤاد. فؤاد قال: حضرتك عاوزة الفلوس دولارات زي ما هي ولا نحولهم لك مصري؟ ردت أمل بحزن وقالت: مش هتفرق حضرتك، دولارات أو مصري، هما يعني هيجوا أغلى من اللي راح. أنا آسف جدا يا فندم، واضح إن حضرتك متأثرة أوي بموت المرحوم. ربنا يصبرك على فراقه. هي دي سنة الحياة. عامة يا فندم، ده رقمي الشخصي، تقدري تتواصلي معايا في أي وقت لما نفسيتك تسمح للكلام، وأنا تحت أمرك في أي وقت. وبعد أسبوع بدأت أمل تستعيد نفسها من جديد، وتفوق من صدمة موت أبوها اللي عاش طول عمره يشتغل ويشقى ويتعب في الكويت عشان يعمل لهم مستقبل، وفجأة توفى وسابها هي ووالدتها في الدنيا لوحدهم. وافتكرت موظف البنك اللي اداها رقمه عشان يساعدها، فاتصلت بيه عشان تعرف هتتصرف ازاي في أملاك أبوها. ولما كلمته قالها: الحقيقة يا أستاذة أمل، المرحوم سايب فلوس سايلة كتير، وأصول متجمدة في عقارات وأراضي، وفي مكتب صغير باسمه. محتاجين نقعد مع بعض عشان أشرحلك ممكن تعملي إيه بالظبط. وفعلا خرجت أمل تقابل فؤاد، تشرب معاه القهوة وتعرف منه إزاي تقدر تستلم أموال أبوها من الكويت وتتصرف فيها إزاي. وفؤاد قال: بصي يا أنسة أمل، جواب البنك اللي جالنا من الكويت بيأكد إن كل أموال الوالد بالفعل اتحولت على البنك هنا في مصر، لكن في أصول زي عقارات وأراضي محتاجين نتواصل مع محامي ويتم بيعها وتحويل الفلوس عن طريق البنك. تمام يا أستاذ فؤاد، اعمل كل اللي انت شايفه، وطبعا نسبتك محفوظة. أهم حاجة إني أستلم كل الفلوس عن طريق بنك موثوق. احنا نقدر كمان يا أستاذة أمل نستغل المبالغ دي في مشروع تجاري ضخم جدا، وانتي تقدري تشتري قطعة أرض وتدخلي شريكة معايا. وأنا بعلاقاتي في البنك أقدر أجيبلك قروض وتمولي المشروع بتاعك. الحقيقة يا أستاذ فؤاد دي فكرة عبقرية. أنا فعلا محتاجة أستثمر فلوسي في مشروع كبير يجيب لي عائد كويس، بس أنا ما عنديش خبرة كافية في إدارة المشاريع اللي زي دي. رد فؤاد بثقة: ما تقلقيش خالص يا أنسة أمل، أنا عندي خبرة كبيرة في إدارة المشاريع وتكوين صفقات ضخمة لكبار المستثمرين، وبشرك إنك مع الشخص الصح. وفاتت الأيام، وفؤاد قدر يبيع كل الأصول اللي بتمتلكها أمل في الكويت، وقدر يحولها على مصر. وعن طريق علاقاته اتمكن إنه يشتري قطعة أرض ويسهل كل القروض والضمانات عشان المشروع يقف على رجله. أما أمل فكانت بتتعلق كل يوم بفؤاد، وده لأنه كان متواجد طول الوقت حواليها، مكالمات، خروجات، اهتمام بأدق تفاصيل حياتها. وفي يوم كانوا قاعدين مع بعض وفؤاد قال: أنا كنت حابب أفتحك في موضوع جوازنا يا أمل. انت عارفة إني بقالي شهور داخل خارج عندكم البيت، وانتي ومامتك لوحدكم، فحبيت أخليها بشكل رسمي
ونعلن خطوبتنا. ها ايه رأيك؟ بصراحة يا فؤاد أنا ما عنديش مانع. انت الإنسان اللي طول عمري كنت بحلم أقابله. انت وقفت جنبي وساعدتني حتى من غير مطلب. انت أي بنت تتمناك وتحلم تكون معاك. وتاني يوم نزلت أمل شغلها، ولما وصلت مكتبها زميلتها نهال قالت لها: شكلك كده مبسوطة قوي، هو حصل ولا ايه؟ ردت أمل بابتسامة وقالت: تقصدي يعني موضوع فؤاد؟ اه يا ستي خلاص حصل. فؤاد طلبني للجواز امبارح وانا وافقت طبعا. انتي عارفة اني معجبة بيه من ساعة ما قابلته. هو عامة باين عليكي جدا. ربنا يتمم بخير يا أمل. فؤاد شاب ممتاز وأي بنت تتمناه. ده وقف جنبك وعمل معاكي اللي مفيش حد يقدر يعمله. فعلا ربنا عوضك بيه. أما في بيت فؤاد فكانت والدته ست بسيطة وشبه أمهات كتير. عاشت طول حياتها لابنها بعد موت والده، وكانت دايما بتسلي وقتها وبتشتغل تريكو. وفي يوم دخل فؤاد يتغدى على السفرة، ووالدته قالت: مش كفاية بقى يا فؤاد؟ هتفضل ماشي في الطريق ده لحد امتى؟ البنت الأخيرة دي بنت ناس وطيبة، وما تستاهلش منك كده يا ابني. رد فؤاد بعصبية وقال: لو فضلتي تتكلمي في الموضوع ده كتير هسيبلك البيت كله وامشي. أنا مش صغير، أنا عارف أنا بعمل إيه. ويا ريت ما تتدخليش في حياتي مرة تانية. أنت مش عارف أي حاجة. أنت السكينة سرقاك يا ابني، وعينيك متغمية عن الحقيقة. فوق يا ابني قبل فوات الأوان. يوه، أنا سايبلك الأكل كله وقايم. دي عيشة بقت تقرف. ودخل فؤاد أوضته عشان ما يسمعش كلام والدته، اللي دايما أي مناقشة بينهم بتنتهي بخناقة. وفجأة رن تليفون فؤاد، وكان رقم متسجل باسم نهاد. وفؤاد رد وقال: انتي كل شوية هتتصلي بيا؟ عاوزة ايه يا نهال؟ مش خدتي المبلغ اللي طلبتيه؟ ما كانوش معلومتين يعني خدتهم منك عن صاحبتك أمل؟ هتفضلي تسحبي مني كل شوية فلوس؟ معلومتين؟ انت أصلك يا فؤاد زي القطط بتاكل وتنكر. المعلومتين دول يا حبيبي هيخلوك مليونير. لولايا أنا ما كنتش عرفت عنها أي حاجة. أنا اللي عرفتك سكتها، والفلوس اللي ورثتها من أبوها، وإزاي تدخل لها وتاكل بعقلها حلاوة. وبعد ما وصلت لكل الملايين دي جاي تضحك عليا بكام ألف ملطوش؟ لا يا حبيبي، أنا ليا كتير أوي. ده سرها كله معايا. يعني أنا ببيع لك كتاب مفتوح. شوف بقى ده يتقدر بكام. خلاص يا نهال خلصنا. كان يوم اسود يوم ما قابلتك وعرفتك، ويوم اسود لما قلتلي على صاحبتك اللي جايلي البنك وارثة الملايين. اسود برضه يا فؤاد؟ قصدك يوم بامبي ابيض؟ انت هتعملهم عليا ولا ايه؟ ده احنا دافنينه سوا. اما في بيت امل فكانت قاعدة بتقرا كتاب عن الحياة الزوجية، خاصة ان كلها اسبوعين ويتكتب كتابها. وفجأة تليفونها رن، وكانت صاحبة عمرها ندى. سافرت دبي مع جوزها من 5 سنين، ونازلة أجازة مخصوص عشان تحضر فرح أمل. وندى قالت: ازيك يا أمل، وحشتيني قوي. ألف مبروك يا حبيبتي، ربنا يتمم لك على خير. بصي بقى أنا عازماكي النهاردة على الغدا، ومش هقبل أي أعذار. انتي عارفة أنا لسه راجعة من السفر امبارح، ويا دوب ألحق أشوفك. وفعلا نزلت أمل وهي في منتهى السعادة عشان تتغدى مع صديقة عمرها ندى، ويسترجعوا مرة تانية لحظات السعادة اللي قضوها مع بعض في الطفولة وبداية المراهقة والشباب. وفجأة وهما بيتغدوا رن تليفون أمل، وكان خطيبها فؤاد بيكلمها عشان يطمن عليها. ولما أمل ردت فؤاد قال: ايه يا حبيبتي انتي فين كده مختفية بقالك يومين؟ وفي دوشة حواليكي. انتي برا البيت ولا ايه؟ ايوه انا برا البيت بتغدى مع ندى صاحبة عمري اللي حكيتلك عليها قبل كده. ما تيجي يا فؤاد تتعرف عليها ونشرب قهوة مع بعض؟ دي نفسها تشوفك جدا. ما انت عارف انها لسه جاية من السفر. خلاص يا حبيبتي انا جاية دلوقتي. ابعتيلي لوكيشن المكان اللي انتوا فيه. ساعة كده واكون عندكم. بصي بقى عاوزاكي تشوفي فؤاد وتقولي رأيك فيه ايه. انا بثق جدا في رأيك يا ندى. انتي اغلى انسانة على قلبي. طبعا يا امل، ده انتي عشرة عمري كلها. وما تخافيش، هعملك معاه تحقيق وكيل نيابة. بس هستأذنك هقوم اروح الحمام، اغسل ايدي واصلح الميك اب بتاعي. وفي الوقت ده وصل فؤاد للمطعم، وقعد مع امل وقال لها: امال فين يا ستي صاحبتك دي؟ شوقتيني اشوفها. ابدا، دي راحت الحمام تغسل ايدها، بس مش عارفة اتأخرت كده ليه. اما ندى خرجت من الحمام واتجهت للترابيزة اللي كانت قاعدة عليها مع امل، لكن فجأة شافت فؤاد، وبعدها اتجمدت مكانها. ورجعت فجأة للحمام مرة تانية،
وحاولت تتماسك وتهدي أعصابها، وبعدها طلعت التليفون من جيبها وكلمت أمل وقالت لها: بقولك إيه يا أمل، تعاليلي الحمام دلوقتي حالا، في كارثة عن خطيبك فؤاد لازم تعرفيها، ومش هينفع أجيلك أو يشوفني. اتصرفي بشكل طبيعي وقومي حالا. دخلت أمل الحمام وهي مصدومة، وقالت بخوف: في إيه يا ندى؟ أنا مش فاهمة منك أي حاجة. كارثة إيه دي اللي تعرفيها عن فؤاد؟ أرجوك يا ندى ما تخبيش عليا. ردت ندى وقالت: فاكرة بنت عمتي اللي اتجوزت واحد نصاب وأخد كل فلوسها، واكتشفنا بعد كده إنه اتجوز أكتر من واحدة بنفس الطريقة، بيدخل يرسم عليها ويعيشها قصة حب ووهم كبير، وبيختار بنات من عائلات معينة زي كده يا أمل، وبيستولى على أملاكهم بطرق قانونية زي مشاريع وهمية أو توكيلات، وبعدها يختفي بالطلاق. كلام ندى نزل زي الصعقة على أمل، وردت وقالت: تقصدي تقولي إن الشخص ده يبقى فؤاد خطيبي؟ مش ممكن، مش معقول. إزاي اتخدعت فيه بالشكل ده؟ مش مهم كل ده دلوقتي يا أمل، المهم فؤاد أخد منك إيه؟ اوعي يكون نصب عليكي في حاجة. أمل حكت لندى كل التفاصيل، وإنها عملت توكيل عام لفؤاد، ودخلت معاه في مشروع تجاري ضخم جدا، وهو قدر يعمل لها تسهيلات بنكية وقروض بمبالغ ضخمة. أنا مش هخبي عليكي يا أمل، انتي وضعك صعب جدا، وفؤاد ماسكك من إيدك اللي بتوجعك، لكن إن شاء الله ليها حل. أنا هكلم جوزي دلوقتي ونروح له البيت عندنا، وهو هيشوف حل أكيد. انتي كلمي الزفت فؤاد ده دلوقتي، قوليله إن أنا تعبت في الحمام، وانتي اضطريتي تروحين البيت عشان نعرف نخلع منه. وبالفعل وصلت ندى وأمل البيت، وقعدوا مع حسام جوز ندى، وحكوله على كل التفاصيل. وحسام قال: اللي زي فؤاد ده محتاجين إننا نشغله ونكسب وقت عشان نقدر نلغي التوكيل اللي انتي عملتيهوله يا أمل، وده مش هيحصل إلا لو طمعناه ومسكنا عليه حاجة عشان يبعد عنك ويخاف يقرب منك مرة تانية. ردت أمل بحزن وقالت: وده هيحصل إزاي يا حسام؟ ده على رأي ندى ماسكني من إيدي اللي بتوجعني. أنا عاوزك تتصلي بيه دلوقتي وتفهميه إن أنا مستثمر كبير، وعندي مشروع ضخم ومحتاج تسهيلات بنكية وقروض طويلة الأجل، وهو هيطمع ويجي. وفعلا أمل كلمت فؤاد في التليفون، وفهمته إن حسام قاعد مستنيه عشان يعرض عليه شغل بملايين، وهينقله نقلة كبيرة أوي في حياته. ولما فؤاد وصل، قعد مع حسام يشرب القهوة، وحسام عمله البحر طحينة وطمعه على قد ما قدر، وفهمه لو قدر يعملوا تسهيلات بنكية غير شرعية هيديله نسبة كبيرة جدا من الأرباح. وبعد يومين وصل حسام وندى ومعاهم أمل للمحامي، وعرضوا عليه الوضع الحقيقي لأمل. والمحامي قال: اطمني يا أنسة أمل، احنا نقدر نلغي التوكيل العام بمنتهى البساطة، ولكن المشكلة في القروض اللي سحبها فؤاد باسمك وبضمان الأرض، والمشكلة دي هنقدر نحلها لما الأستاذ حسام يقدر يمسك على فؤاد أوراق ومستندات غير قانونية نقدر بيها نبتزه ونساومه على موضوعك معاه، وبكده تطلعي من الشبكة اللي حبسك فيها. وبالفعل قدر حسام يوقع فؤاد في شر أعماله ويمضي على أوراق غير قانونية، وبلغ النيابة، والبوليس جه خده من قلب بيته قدام والدته. ولما وصل فؤاد للنيابة، دخل حسام ومعاه المحامي، وحسام قال: أنا ممكن أطلعك من هنا شخص سليم، بس بشرط تبعد عن أمل نهائي وتقطع كل علاقتك بيها، وتلغي كل القروض اللي باسمها، وترجع الفلوس للبنك، والمحامي هيفهمك التفاصيل. رد فؤاد بغضب وقال: ولو ما عملتش كده هتعمل ايه يعني؟ هوديك في 60 داهية واسجنك، وبرضه هعرف اطلع امل من الموضوع بتاعكم، يعني كده كده انت الخسران. فؤاد ما كانش قدامه اي حل تاني غير انه ينفذ كل كلام المحامي ويبعد عن امل نهائي زي ما طلب منه حسام. في النهاية مش كل اللي بنشوفه بيكون الحقيقة الكاملة، ساعات الصدمة اللي بتوجعنا هي اللي بتنقذنا في الوقت المناسب. أهم درس هو إننا نثق في إحساسنا ونسمع للي بيحبونا بجد قبل فوات الأوان. الواقع أحيانا بيكون أصعب من الخيال، بس دايما ربنا بيبعت لنا إشارات تنور لنا طريقنا. وجع لحظة أهون بكتير من ندم العمر كله. دي كانت حكاية أمل، أتمنى تكون عجبتكم وعلمتكم حاجة جديدة. شاركوني رأيكم في التعليقات، واستنوني في قصة جديدة وحكاية من القلب. سلام.